أهلا بيكم في أول حلقات الكواليتي كنترول أوف مايكروبيولوجي من قناة تحليلك كان إيه. إحنا بنلجأ للكواليتي كنترول بروجرام في المعمل عندنا علشان نطلع في الآخر accurate result بنسبة 99%، لأن طبقا لكلام منظمة الصحة العالمية قالت إن مفيش معمل بيطلع نتائج بنسبة 100% مهما طبق من قواعد الكواليتي كنترول. فبالتالي إحنا محتاجين نشوف ايه هي العوامل او التعليمات او ازاي نطبق قواعد الكواليتي كنترول في المعمل عندنا عشان نطلع نتائج more accurate. قياسات الكواليتي في المعمل لشغلك بتكون معتمدة على ايه؟ معتمدة على اول حاجة ال reliability، ودي معناها هل النتائج اللي انت بتطلعها للتحليل في معملك صح؟ تاني حاجة وهي reproducibility، ودي معناها هل انت لو عدت التحليل اللي انت عملته من شوية بنفس الطريقة هيديك نفس النتيجة. تالت حاجة وهي السبيد، ودي معناها هل انت بتاخد وقت كبير او وقت مناسب لوصف العلاج للمريض، ولا انت بتطلع النتيجة متأخر فبالتالي ده ما بيكونش مناسب مع حالة المريض الصحية. رابع حاجة وهي الكوست، ودي معناها هل انت تكلفة التحليل عندك في معملك مناسبة للمريض والمجتمع والبيئة المحيطة، ولا التكلفة عالية فبالتالي مخلية ناس كتير مش بتيجي عندك المعمل تحلل. اسأل نفسك الأسئلة دي عشان تحقق كواليتي بتاعة شغلك. بالنسبة لاستاف المعمل عندك، هل عنده العلم الكافي والخبرة والتدريب الكافي إن هو يشتغل في وحدة الميكروبيولوجي، ولا ما عندوش أي حاجة من دول؟ بالنسبة لبيئة المعمل، هل هي مناسبة للشغل من ناحية توافر الإضاءة ودرجة الحرارة المناسبة والتهوية، وهل هي بيئة عمل آمنة ولا لأ؟ بالنسبة للعينات من المريض، ولأن دي أساس شغل التحليل، فبالتالي هل اتجمعت العينات بطريقة صحيحة، وخصوصا العينات اللي بتتجمع خارج المعمل فبالتالي ما بيكونش فيه رقابة من استاف المعمل على طريقة جمع العينة، وهل وصلت للمعمل في أقرب وقت، وهل اتخزنت بطريقة صحيحة لحد ما نبتدي الشغل فيها. هل الريجنت المستخدمة في شغلك عشان تعمل بيها التحليل الكواليتي بتاعتها كويسة؟ هل انت متأكد من كواليتي الصبغات اللي انت بتستخدمها وبتطبقها في شغلك؟ هل بتبص على الاكسباير ديت بتاعها ولا لا؟ هل الأدوات المعملية اللي بتستخدمها عندك في الشغل مناسبة وصالحة ومعقمة ولا لا؟ بالنسبة للتقرير اللي بيكون فيه نتائج التحليل، هل التقرير بيكون فيه أخطاء إملائية، وده تحديدا مقصود بالترانزليشن بتاع بعض الكلمات، وهل التقرير معلوماته كاملة ولا المعلومات فيه قليلة، وهل التقرير منسق ومنظم ولا لا؟ ولو انت حققت الخمس عوامل دول فبالتالي كده الكواليتي كنترول بتاعت شغلك هتبقى مظبوطة. ازاي تحقق كواليتي كنترول في معملك؟ بتبدأ من قواعد عامة، وهي ان المعمل يكون نظيف باستمرار ومعقم. تاني حاجة وهي النظافة الشخصية لاستاف المعمل عندك. تالت حاجة وهي ممنوع الأكل والتدخين في المعمل. رابع حاجة بتطبق قواعد السلامة والصحة المهنية في معملك. خامس حاجة التطعيم الاصطف بالأمصال واللقاحات المتوفرة، لأن هما أكتر ناس بيتعرضوا للعدوى بصورة يومية، ومن ضمن التطعيم ده هو فيروس بي. آخر حاجة وهي التخلص من العينات بتاعة المريض والمواد الكيماوية الضارة بطريقة آمنة، بحيث إن هي ما تسببش أذى لا لستاف المعمل ولا تسبب أذى للناس اللي بتنقل القمامة دي وهي ما عندهاش وعي بخطر العينات اللي موجودة فيها. لان انت عشان تطلع نتيجة في معملك بتستعمل اجهزة في المعمل، ففي اجهزة في وحدة الميكروبيولوجي محتاجين لها روتين كير يوميا او اسبوعيا او شهريا. ومن ضمن الاجهزة دي اول جهاز الاوتوكليف، وده بيستخدم في وحدة الميكروبيولوجي، وده بيتم تنظيفه وتغيير المية فيه شهريا. تاني جهاز وهو السنترفيوج، وده بيستخدم بصورة عامة في المعمل
بيتم تنظيف الجدران الداخلية له أسبوعيا بمطهر، ولو حصل تكسير للتيوبز داخل السنترفيوج فبالتالي بيتم تطهير السنترفيوج بعده. جهاز الميكروسكوب، وده بيتم تنظيف العدسات بعد كل استخدام له بورق العدسات الخاص بيها. كمان بيتم تغطية الميكروسكوب بعد ما بتخلص شغل عليه. ولان انت اكيد في المعمل عندك اجهزة لها تمبريتشر بتكون في رينج معين ثابت يوميا، فبالتالي انت محتاج تعمل كنترول وتعمل فحص يومي على نتائج الحرارة دي عشان ما يحصلش فيها اي خلل، فبالتالي الشغل بتاعك يتأثر. فبالتالي ده بيتم عن طريق عمل جدول شهريا بعدد الايام فيه، وبالتالي كل يوم بتسجل درجة الحرارة بتاعة الجهاز ده. ولو حصل أي خلل في درجات الحرارة أنت بتكون عارفه من الجدول ده، وبالتالي بتطلب الصيانة في حالة لو الخلل بتاع درجة الحرارة اتكرر على طول. الكالتشر ميديا أو الوسط الغذائي ده يعتبر من أهم العوامل في وحدة الميكروبيولوجي، وده بيكون متوافر في شكلين: يا إما dehydrated powder فبالتالي وانت بتحضره في المعمل، يا إما بيكون ready for use وده بتشتريه جاهز في البيتر ديشو ميديا جاهزة للاستخدام على طول. ولكن لو جيت تقارن أنهي أحسن، الديهايدريتد باودر ولا ready for use الميديا الجاهزة، فبالتالي دي هايدريتد باودر هي اللي عندها كواليتي عالية وايزي ستور وايزي ترانسبورت وكمان ايكونوميك مناسبة، فبالتالي دي هايدريتد باودر هي الانسب لشغلك. لو انت مش متابعنا هتلاقينا على الفيسبوك باسم يور ميديكال تيست او تحليلك كان ايه، وعلى انستجرام نفس الفكرة يور ميديكال تيست او تحليلك كان ايه، وعلى اليوتيوب يور ميديكال تيست.